مرحبا. كتير منا بحب وبعشق يعمل حميات قاسية. ليش بنحب نعمل حميات قاسية؟ لأنه بدنا ننحف بسرعة. طيب، هل بقدر أعمل حميات قاسية؟ في حميات قاسية وهلا بحكي لكم شو هي، بس بدنا نعرف متى بتكون مسموحة ولمين بتكون مسموحة، وهذا موضوع فيديو اليوم. يلا نبدأ بالفيديو. الحميات القاسية في فرق بدنا نميز. في عنا حميات قاسية غير مدروسة، يعني حدا يفكر بده ينحف بسرعة، بدي أوقف أكل، بدي أوقف خبز ورز أكل بس سلطة، بدي أعمل تمر ولبن 24 ساعة. أوكي، هاي حميات قاسية جدا. قاسية شو يعني؟ ممكن تكون قليلة جدا بالسعرات الحرارية، غير مغذية، مش مكتملة، ما فيها أي فوائد غذائية، غير مدروسة، ما عليها دراسات علمية، وعلى الأغلب بتؤدي لفشل كبير جدا. ليش؟ لأنه معظم الناس ممكن يستمروا فيها يوم يومين ثلاثة، بعدين يتعبوا ما يقدروا. طب هل في حميات قاسية مدروسة وبقدر أعملها تحت إشراف طبي؟ نعم، في حميات بنسميها VLCD Very Low Calorie Diet. هاي الحميات موجودة، وهاي الحميات عليها دراسات علمية كبيرة. بس لنعرف أول شو هي هاي الحمية، شو شروطها، كيف بقدر أطبقها، ومين بقدر يكون مشرف علي فيها لأقدر أطبقها. الفيري لو كالوري دايت ببساطة توصل السعرات الحرارية فيها أقل من 800 سعرة حرارية، أو من 800 ل 1000 سعرة حرارية. وهاي الحميات بدنا نركز إنه ما بنقدر نعملها بدون وجود وجبات بديلة. شو يعني وجبات بديلة؟ النصائح العلمية دائما بتحكي إنه السيدات يفضل ما يقللوا سعراتهم عن 1200 سعرة حرارية، الرجال ما يقللوا عن 1500 سعرة حرارية. ليه بنحكي هذا الحكي؟ لأنه عادة إذا بنقلل كميات الأكل أقل من هيك، على المدى البعيد يعني مع الوقت ممكن يعرضنا لنقص في الفيتامينات والمعادن ومشاكل صحية كتير كبيرة. العلماء اكتشفوا إنه في ناس بحاجة إنهم يخسروا وزن بشكل مدروس وبسرعة، مثلا عم بيهدد حياتهم، بدهم يدخلوا لعملية جراحية، فلازم نخسر وزن بفترة معينة. فصار في عنا وجود الحميات بنسميها فيري لو كالوري دايت. شو مبدأها؟ بتدخل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتكون سعرات صارمة جدا، شوي متعبة، بعدين بنبدأ ندخل الأكل تدريجي. بهاي الحميات في وجبات بديلة. شو يعني وجبات بديلة؟ يعني بتكون مدروسة في المختبر، بكون على شكل ألواح بارز، هدول بنسميهم ميل ريبليسمنت بارز، وجبات بديلة، مش ألواح الطاقة الموجودة بالسوق اللي أساسها شوفان مثلا، ولا ألواح البروتين. شو الفرق؟ ألواح البروتين فيه بروتين وأشياء تانية، ألواح الطاقة أساسها نشويات أو فواكه، هاي بتعطي مصدر معين. أما الوجبات البديلة فهاي بكون فيها كمية مدروسة من البروتين، من نشويات، مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن. ليه بيعملوها على شكل بارز وشيكس أو على شكل شوربات؟ بيعملوها لأنه أنا إذا بدي أقلل السعرات لأقل من 1000 سعرة حرارية وأعطي للشخص 800 أو 1000 سعرة حرارية، بالأكل ما رح أقدر أجمع. يعني إذا حطيت الوجبات وحطيت 1000 رح يطلع معي بالمعادلة إنه ناقص فيتامينز معين، ناقص بروتين معين، لأنه أنا إذا بدي أخذ كل احتياجاتي بدي أكل أكثر من بروتين وخضار وفواكه، فرح ترتفع السعرات الحرارية. فبالتالي هاي الحميات المدروسة تنعمل بوجبات بديلة، عشان هيك بنحط الوجبات البديلة، لأنه أنا بحط فيها كل الفيتامينات والمعادن والأشياء. فالمرحلة الأولى عادة بتكون 3 وجبات بديلة، إشي بدل فطور، بدل غدا، بدل عشاء. مثلا بكون على الفطور بار، على الغداء شوربة من شوربات الجاهزة، العشاء بكون مثلا شيك. كمان بندخل معلقة زيت زيتون عشان بنخاف من خسارة الوزن سريعة وبنخاف من الحصوات. بنضيف شوية خضار، ممكن حبة فاكهة على حسب البارز وأنواعهم. المرحلة الثانية بنبدأ نشيل وجبة وندخل وجبة بدالها، مثلا بنشيل الغداء بنحط الغداء بروتين وشوية رز وخضار. المرحلة الثالثة ممكن نشيل وجبتين ويصير واحدة من الوجبات البديلة. فمدة الحمية عادة بتكون 12 ل 16 أسبوع. بهاي الفترة بننتقل من مرحلة للثانية. أكيد ما بنقدر نعملها لحالنا، أكيد لازم يكون في إشراف طبي وإشراف تغذوي وأخصائية تغذية متخصصة بهاي الوجبات بتدلكم هل أنتم مناسبين لهاي الحمية
وشو المدة؟ لأنه مش نظام حياة، هو هدفه نخسر وزن بفترة معينة، ولازم نمشي مع أخصائية التغذية، لأنه في ناس ممكن يشعروا بالملل وما يعرفوا يتركوا النظام وينتقلوا للنظام الويل بالانس بعد خسارة الوزن. طيب خليني أجاوبكم على بعض الأسئلة. لمين هاي الحمية مسموحة؟ لأنه هاي من الأسئلة اللي دائما بتجيني. مسموحة للأشخاص اللي عندهم BMI Body Mass Index مؤشر كتلة الجسم 30 فما فوق، اللي هو حسبته كتير بسيطة. الوزن بالكيلوغرام على المتر على المتر تربيع بيطلع عنا رقم. إذا كان BMI فوق 30 فبالتالي بكون مناسب لإلكم. الأشخاص اللي وزنهم ضمن المعدل الطبيعي بده يخسروا 4-5 كيلو، للأسف هاي الحميات ممكن يعملوها تؤدي لخسارة في الوزن، ولكن ممكن يكون في عندنا خسارة كبيرة بالعضل أكثر من الفات، فما كتير بتكون مناسبة لإلهم. الأشخاص اللي بدهم يخسروا وزن لأسباب صحية، لازم ينزلوا وزنهم، لأنه الوزن بدهم يعملوا عملية، بدهم يعملوا عملية جراحية لازم ينزلوا نسبة الدهون، فبيعملوها بإشراف طبي وإشراف أخصائي التغذية. بدنا نعرف إنه هذه الحميات مش نظام حياة، هي حميات علاجية لفترة معينة، بعدين لازم أنتقل لحمية مناسبة بتساعدني فيها أخصائية التغذية. شو فوائدها؟ فوائدها إني بخسر الوزن بسرعة، بخسر دهون منيح، بتخلص من زيادة الوزن تحت إشراف طبي، باخذ أقل سعرات من 1000 سعرة حرارية وأقل من 1200 من غير ما أخسر فيتامينات ومعادن، لأنه بتكون مدعمة بالفيتامينات والمعادن. فبالتالي هاي أهم فوائدها، ولكن أكيد تحت إشراف أخصائي التغذية. مش مناسبة لمين؟ للحوامل والمرضعات، للأطفال، للمراهقين، للسيدات والرجال اللي وزنهم ضمن المعدل الطبيعي وبدهم يخسروا شوية دهون ما بتزبط لهم، الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الكبد أو السكري النوع الأول. طيب بعد هاي الحمية شو أعمل؟ لازم نكمل مع أخصائية التغذية عشان نعرف إنه إحنا لما أخلص هاي الحمية كيف بدي أرجع آكل بالشكل الطبيعي. فهاي من أهم النقاط اللي لازم نركز عليها. هل في سايد إفكتس؟ نعم. هل في معوقات أو أشياء؟ نعم. أول إشي الملل، مش كل الناس بتقدر على هاي الحمية، اللي بيقدر تمام بإشراف تغذوي أكيد. ممكن خسارة الوزن السريعة زي عمليات قص المعدة تعمل لنا حصوات في الكلى، حصوات مرارة، ممكن نكون معرضين. ممكن نخسر كتلة عضلية، مش دائما بنقدر نحافظ عليها مع هاي الحمية. ممكن بهاي الحمية ما نقدر نمارس رياضة، فعشان هيك مدة الحمية 12 ل 16 أسبوع، حمية علاجية تخلصنا من الدهون، ولكن بدنا نكون الأشخاص المناسبين هاي الحمية، نتابع مع أخصائية تغذية مناسبة ونعرف كيف نطلع منها بالطريقة الصح. فأنا مش ضدها، أنا معها للأشخاص المناسبين اللي مش قادرين يخسروا وزن وبدهم مساعدة بهاي الطريقة. طيب من وين بقدر أجيب هاي الوجبات البديلة؟ عادة هاي الوجبات البديلة بتكون موجودة بالصيدليات أو مراكز التغذية المعتمدة، بتقدروا تستشيروا أخصائيات التغذية واللي موجودة معكم، أو أكيد تقدروا تتواصلوا معي من أي مكان في العالم. إذا حابين تعملوا حميات الفيري لو كالوري دايت بتخبروني بالتعليقات، وتقدروا تشتركوا معي من خلال موقع الإلكتروني www.rubadiet.com عشان أقدر أساعدكم بالحمية المناسبة. إن شاء الله أكون جاوبتكم على كل استفساراتكم على الحميات القاسية. إذا حبيتوا هذا الفيديو وحابين توصلكم فيديوهاتي أول بأول، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس عشان أول ما أنزل فيديو يعطيكم تنبيه تحضروا، وإن شاء الله تكونوا مستفيدين من هاي المعلومات. وأنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.